السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أخبار تفجرها أستاذة وفاء الشاذلي على خلفية الاتهامات الأخيرة الموجهة لعدد من النشطاء السياسيين ومدير عام موزايك FM باش تعطي تفاصيل جديدة على القضايا هذه، أما زادة تتفاعل مع بلاغ وزارة الداخلية اللي كنا حكينا عليه في الفيديو السابق، وفيه أخبار صادمة بأتم معنى الكلمة، وين تم الاحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال، احتكار مواد استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها. وباش تكشف الأستاذة وفاء الشاذلي شكون هالشخص هذايا، هو رجل أعمال وشنو ارتباطاته ببقية العناصر الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة. خليني أقول لكم ونذكركم بسرعة، مش برشا خاطر حكيت عليه معناها التفاصيل اللي قدمتهم وزارة الداخلية في الفيديو اللي فات، أما فقط نعطيكم فكرة شنو. وزارة الداخلية اليوم أعلنت بأنه تم الاحتفاظ بشخص، لا قالت رجل أعمال، لا قالت ناشط سياسي، لا قالت حتى شيء، قالت شخص من أجل شبهة غسيل أموال، احتكار مواد استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها. تقول إنه بموجب يعني تعليمات النيابة العمومية بأريانا بالبحث في زوز قضايا، الأولى التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائية استهلاكية وعدم تزويد السوق بها، والثانية شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبية إلى غير ذلك. وهوني على خاطر معناه حاجة زادة بيزار في الموضوع، تلمو عامل المليح مع زوجته يعني مشيت وعطات معطيات لوزارة الداخلية معناها الفرق المعنية، فزوجته مشيت لفرقة الشرطة العادية بأريانا وأعلمت بأنه زوجها تعمد يتحوز كمية هامة من معدن الذهب، عدد من الساعات اليدوية الفاخرة، السيارات كيف اللي أثمانها باهظة جدا، وتم العثور على 5 سيارات من ماركات عالمية باهظة. تقول زادة بأنه تقول زوجها يهرب في مبالغ مالية ضخمة من العملة الأجنبية، يخبي فيها في أماكن متفرقة من الجسد متاعه وقت لي يسافر إلى غير ذلك. معني حتى القيمة متاع الساعات اليدوية، تقول ساعة يدوية كل ما يسافر 10 مرات في العام، كل ما يسافر يجيب 6 ساعات يدوية في كل سفرة، تتراوح قيمتها بين 25,000 دولار و600,000 دولار، ومن بعد يرقدها ويعاود يبيعها في الخارج بأموال خيالية. حكيت زادة على شركة متاع قهوة، صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة، يتعامل معها السيد هذا وبيناتهم تنسيق وإلى غير ذلك، وتم حجز 50 طن من مادة القهوة قيمتها 1.7 مليون دينار، تم الإذن بضخها في السوق، وحجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 150 ألف دينار، و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر، وسندات بقيمة 50 ألف دينار، والنيابة العمومية خدمتها. يعني جروسو مودو، ما حبيتش نطول لكم برشا. شنو العلاقة بين هالقضية هذه وشكون السيد هذا وقضية التآمر على أمن الدولة؟ الأستاذة وفاء الشاذلي تقول المعلومات التالية وتنشر صورة الشخص المعني. تقول حسب الأبحاث الأولية اعترف نعمان اللوز صراحة بأنه تم الضغط عليه من طرف شكون؟ خيام التركي ورشد الغنوشي لإخفاء مادة القهوة من السوق، كما تقول بأنه تم عقد 5 جلسات في منزل خيام بحضور كل من رضا بالحاج وعبد الحميد الجلاسي وكمال الطيف، ويأكد أنه الغنوشي ما حضرش اللقاء، وقال بأنه بوتار مدير عام موزايك وعده بأنه يصحح معاه كونترا متاع بيبليسيتي في إذاعة موزايك مجانا لمدة عام كامل، وأكد أنه كمال الطيف وعده بدعم مالي وباقتناء كل مادة القهوة الموجودة في السوق، مع الإشارة إلى أنه أهدى 4 ساعات ذهبية مستوردة من سويسرا الكل من بوتار خيام التركي كمال الطيف وغازي الشواشي. ومعناها تم ختم الأبحاث تقول منذ قليل، وأحيل الملف على النيابة اللي أذنت بإيقافه وإحالته على التحقيق.
طبعا معلومات في غاية من الخطورة، وتأكد بأنه تم إيقاف رجل الأعمال نعمان اللوص وثبت تورطه حسب قوله وحسب تعبيرها في قضية التآمر على أمن الدولة، وتم حجز أطنان من القهوة بمخازن شركاته، واعترف بالتهمة الموجهة ليه إلى جانب شهادة زوجته عليه. هذا اللي كان قالته زادة الداخلية، تقول وغدا ستتم إحالته على التحقيق. جيت وتحكي على نور الدين بوتار مدير عام إذاعة موزايك اللي هو مجبود في الموضوع هذايا. تقول فما 3 ملفات مفتوحة ضد نور الدين بوتار. أولا الأملاك المصادرة وملف حولها من شبهات. ثانيا الإثراء الفاحش وتبييض أموال. ثالثا ملف التآمر على أمن الدولة، وقد جاء بالتحقيقات أن المجموعة كلفت بوتار بتأجيج الوضع عبر إذاعته، وتمت مجابهته بتصريحات خيام تركي لدى التحقيق والمراسلات والاجتماعات اللي وقعت بيناتهم. وتشير الأستاذة وفاء الشادلي أيضا إلى أنه تبين حسب معطيات من ملف الأبحاث وجود تسجيلات ومكالمات هاتفية بين المجموعة مع جهات أجنبية وتكوين حكومة موازية والضغط على بنك النقد الدولي بعدم مساعدة تونس. حسب ما تقول الأستاذة وفاء الشادلي شيبهت المعطيات هذه. تقعد ديما نقول حسب ما تقول الأستاذة وفاء الشادلي في انتظار يتم الإعلان عليها بشكل دقيق من القضاء، من سلطة قضائية، من وزارة العدل، من وزارة الداخلية، من النيابة العمومية، من أي طرف. ولكن ننقل هذه المعلومات الخطيرة واللي الحقيقة معناها في ملف التآمر على أمن الدولة معلومات كما هكا باش يشفتوا السلع من السوق ويأجوا الوضع عبر مؤسسة إعلامية ويعني لقاءات ومقابلات يعني الحكاية تبدو حسب ما نسمع هذه المعطيات تبدو ما هيش حكاية إنه تصفيات سياسية وإلا إنه المعارضين الكل يزج بهم في السجن رئيس الجمهورية قيس سعيد. إذا كان المعطيات هذه تثبت وتكون ثابتة فإنه هذا معناها ما همش معارضين مثل اجتمعوا باش يحكيوا على الوضع العام في البلاد. هذوما ناس تخطط وتجي معناها وتشفط في السلع من السوق، وهذا أمن غذائي باش العباد معناها تفد من تونس وتفد من المعيشة إلى غير ذلك. نحب نقول زادة في نفس الإطار وتقعد المعلومات نقول ونعاود نقول اللي هي المعلومات اللي نشرتهم الأستاذة وفاء الشادلي في انتظار البت فيها في القضاء بشكل رسمي وينظر فيها، والقضاء هو الفيصل بين الجميع. ونحب نقول زادة بأنه من جهة أخرى الرئيس يقول فما أدلة ثابتة ودامغة، من جهة أخرى المحامين يقولوا الملفات فارغة والقضايا سياسية. ننقل كل آراء في انتظار البت في هذه المعلومات الخطيرة والصادمة. فقط نقول بأنه فما أحزاب يعني أدانت اعتقال غازي الشواشي ودعت إلى التصدي لحملة القمع حسب تعبيرها. معناها الأحزاب هذه شكون هي؟ رباعي كما نقولوا احنا: حزب التيار الديمقراطي، حزب القطب، حزب العمال، والتكتل الديمقراطي.